جربنا اشهر مطاعم بتعمل مكرونه نجريسكو عشان نقارن الطعم والسعر ونقول لكم مين بيعمل احلى نجريسكو في مصر. فمعانا مطاعم طبالي وتبستي بسطويسي وجاد ومطاعم تانية هتشوفوها بالتفصيل. بدأنا بطبالي وسعر النجريسكو عندهم 135 جنيه، تقريبا أغلى واحد في الحلقة. المكرونة بتيجي في علبة معمولة من ورق معالج وكانت سخنة جدا. التغليف كان قوي بصراحة، محافظ على تماسك الطبق ومش متبهدلة خالص. من اللحظة الأولى كده تحس الكمية كبيرة وممكن تكفي فردين. المهم نبدأ نستكشف مع بعض ونلاقي إن البشاميل طري وغني جدا، والتحميرة اللي فوق دي تأكلك حتى لو مش جعان. أما بقى بالنسبة للطعم فحلو من هنا للصبح. أول حاجة لاحظناها طبعا جودة البشاميل عالية قوي، في كريمة مخدوم جدا، توابل مظبوطة وتحس بيها في كل شوكة. ده غير إن في ميزة مش موجوده في مطعم تاني، وهي ان طعم الشوربه قوي جدا، وده بيحسسك انك بتاكل نجريسكو في البيت. المكرونه بينا مستويه زياده فبتدوب في البق، ويمكن دي حاجه مش ناس كتير تفضلها. نيجي بقى للفراخ، ودي طعمها كان حلو جدا، كميه كويسه واخده تشويحه كده مع التوابل تحسسك انها شاورما، بس برضو للاسف كميتها ما كانتش كبيره قوي. هي احسن من اغلب المطاعم بس مش احسن حاجه. في المجمل طبالي بيقدم جوده كويسه وكميه معقوله وطعم غني جدا بسعر يعتبر غالي شويتين. جربنا بعد كده اتوال، وطبق النجريسكو عنده ب 70 جنيه، متغلف بطبقتين بلاستيك وبعدين طبقه فويل، واخد من فوق تحميره حلوه وبرده مناسب لشخص واحد. نبدا كده نقلب بالشوكه، نلاحظ من اول لحظه ان البشاميل مش مخدوم خالص، صايص جدا وتحس كده انه ميه مش كريمه ولا لبن. بالنسبه لتسويه المكرونه معجنه للاسف، والبشاميل خفيف لدرجه ان المكرونه عايمه جواه. يمكن الميزه الوحيده في طبق اتوال ان كميه الفراخ هنا كتيره والقطع حجمها كبير، كميه مشروم كويسه مش وحشه خالص. فالخلاصه ان اتوال بيقدم مكرونه جودتها متوسطه بسعر معقول، فيها قطع فراخ اكتر من اغلب المطاعم، هم بس محتاجين يظبطوا الوصفه او الخلطه نفسها، الموضوع هيبقى احسن بكتير. نيجي بقى البسطويسي، وسعر النجريسكو عندهم 104 جنيه. عشان تبقى عارف يعني وانت بتطلب، هم مسمينها اسم مختلف، مسمينها اوفن بيكت باستا ويز جريلد تشيكن. التغليف معقول، حجمها برضو مناسب لشخص، ومستخدمين مكرونه بينا. فهنخش على طول في التجربه. اول حاجه لفتت نظرنا ان الجبنه طعمها حلو جدا، كميتها كبيره وبتشد عشان جايه سخنه. المكرونه مسلوقه كويس، تسويه مظبوطه، ولا معجنه ولا ناشفه. اما الفراخ فطعمها عادي قوي، واضح انها فراخ مسلوقه عاديه خالص، قطعوها حتت كده صغيره من غير اي تتبيله ورموها في المكرونه. يمكن نقطه القوه في الطبق ده هو البشاميل اللي فيه مرقه فراخ واضحه قوي مع زعتر، والميكس بينهم كان حلو ومختلف. في المجمل النجريسكو من بسطويسي جودتها كويسه ومخدومه حلو، سواها مظبوط وقريبه من الطعم البيتي. ده غير كمان ان عليها جبنه كويسه مخليه طعمها احسن بكتير. دخلنا بعد كده في ماجستي، وسعر النجريسكو عندهم 87 جنيه. التغليف كويس، في طبق فوم من فوق بعدين بلاستيك راب، والمكرونه نفسها جوه طبق فويل. بصراحه من اول ما فكينا الغلاف بتاع المكرونه والريحه كانت قويه جدا، وبتقول ان المكرونه فريش. حجمها كمان معقول لو لفرد واحد جعان. بدانا نستكشف، والغريب ان المره دي المكرونه سباجيتي مش بينا ولا فيتوتشيني زي بقيه الاماكن. المهم الطبق مليان صلصه فلفل اخضر وزيتون، بس البشاميل قليل جدا جدا، يعني تقريبا في الطبق اللي فوق دي بس. اما بقى بالنسبه للطعم فالفلفل الاخضر طاغي جدا جدا على كل حاجه، وده للاسف كان لاغي تماما طعم المكرونه والبشاميل اللي هو اصلا كميته صغيره، فالموضوع كان ضايع خالص. اما بقى الفراخ فحرفيا كانوا 4 قطع، يعني تقريبا كانك بتاكل مكرونه بالفلفل والزيتون. الخلاصه ان النجريسكو من عند ماجستي مش اقوى حاجه، وسعرها يعتبر غالي جدا مقارنه بجودتها. ندخل بعد كده على سمسمه اللي بيعمل النجريسكو ب 40 جنيه. دي تعتبر ارخص نجريسكو في الحلقه. اول القصيده كده الشوكه جايه مكسوره، بس ما علينا، التغليف عموما ما كانش احسن حاجه، محطوطه في طبق ورق ضعيف، وزي ما انتم شايفين كده الحجم صغير قوي. بس دي مش مفاجاه، احنا عارفين السعر وان اكيد الحجم هيبقى صغير. من الاول كده واضح انها متحمره من حتت وحتت تانية لا. المهم كملنا التجربه، بدانا ندوق، واول حاجه لفتت نظرنا مستخدمين مكرونه فيتوتشيني، وده طبيعي مش وحش. بالنسبه للبشاميل ناشف قوي مش مخدوم وكميته قليله. اما الطعم بصراحه كان غريب قوي، المكرونه ما فيهاش اي توابل حرفيا مش مبالغه، احنا حتى ما حسيناش بطعم ملح وفلفل. اما بالنسبه للفراخ فمش محتاجين نتكلم كتير، قليله جدا، زفره مفتله ونقله الزفاره لباقي المكرونه. الخلاصه ان النجريسكو مش تخصص سمسمه، ممكن تكون شاورمتهم حلوه، فنتمنى نجرب المرات الجايه مكرونه احسن من كده. المطعم اللي بعد كده هو جاد، وسعر النجريسكو هنا 78 جنيه. التغليف مش اقوى حاجه، يعني طبقه فويل من فوق بس في نفس الوقت ده كان اكتر طبق جاي لنا سخن، ففتحنا على طول، وللاسف كان جاي متبهدل، وده طبعا منطقي بسبب ضعف التغليف. المهم نكمل نبدا نستكشف، والمكرونه هنا فيتوتشيني، صوص البشاميل صايص جدا جدا مش ماسك نفسه خالص. اما بالنسبه للطعم فالمشروم كان اكتر حاجه واضحه، ويا ريت كمان طعم المشروم حلو، لا للاسف طعمه صناعي قوي وواضح انه متخزن مش فريش خالص. اما بقى الفراخ فجودتها مش احسن حاجه، وتحس انها بواقي شاورما مش قطع فراخ متقطعه. المكرونه نفسها مالحه، فيها طعم خل غريب، وفوق ده كله معجنه جدا. الخلاصه ان المكرونه من جات كانت ممكن تبقى احسن لو استخدموا مشروم فريش، واهتموا بجوده البشاميل اكتر وتسويه المكرونه.
دخلنا على مطعم تبستي وسعر طبق النجريسكو من عندهم 68 جنيه الحجم الوسط، متغلفه كويس من بره خالص، فيه طبقه فويل، بعدين طبقه فوم، بعدين تغليف بلاستيك تاني، وفي الاخر خالص بتلاقي المكرونه محطوطه في طبق فويل. الكميه مش وحشه لو فرد واحد، طبعا بيجي معاها كاتشب كتير وشوكه بلاستيك. في تحميره كده من فوق شكلها حلو قوي. اول ما حطينا الشوكه حسينا انها مليانه جبنه، ولما بدانا ندوق اتاكدنا من موضوع الجبنه ده. طبق مخدوم، الجبنه حلوه، بشاميل كمان طعمه كويس، قوامه متوسط مش تقيل ولا خفيف، الملح مظبوط، المكرونه البنه مستويه كويس قوي. بس كالعاده زي ما توقعنا كميه المشروم اكتر بكتير من الفراخ. المشروم طعمه حلو بصراحه، فريش وكل حاجه، بس قله الفراخ دي للاسف مزعجه، تقريبا حاطين قطعتين بس. في المجمل تبيستي بيقدم طبق نجريسكو مخدوم بمكونات جودتها عاليه، بس ما تدورش على الفراخ. ندخل بعد كده على كشري هند، والنجريسكو هنا ب 65 جنيه. الاوردر بيجي معاه كاتشب ومخلل، والتغليف عادي جدا. المكرونه من بره شكلها حلو، تحس كده كانها بيتزا، عليها زيتون، فلفل اصفر واحمر، والمكرونه اللي مستخدمينها بنه، كميه معقوله لو فرد واحد بس. فنبدا على طول ندوق، وللاسف كل الانبهار اللي فات راح. طعمها صناعي قوي، البشاميل معمول من شوربه جاهزه كده سريعه التحضير، مش كريمه ولا لبن، فالطعم ضعيف وخفيف قوي. المكرونه بصراحه مستويه كويس، مش معجنه، بس للاسف توابلها قليله قوي. نيجي بقى للفراخ، ودي كانت مسلوقه وما فيهاش اي تتبيله، وبرده زفره، وكميتها كالعاده قليله. الخلاصه ان كشري هند مهتمين بالشكل اكتر من الطعم، خصوصا البشاميل الصناعي والتتبيله الضعيفه وكميه الفراخ القليله. لو رتبنا المطاعم حسب الجوده هنلاقي ان طبالي وبعدين باستويسي وتبستي كانوا من احلى الحاجات اللي جربناها. لو عجبتكم الحلقه اعملوا لها لايك وشير، وقولوا لنا عايزين نجرب اكل ومطاعم ايه تاني الحلقات الجايه.